منظمة إغاثة نينوى منظمة قم أسخلة بأيام النزوح بعثر ما بتطلع شعب جديدا إلى كردستان كما أسخلة تامة من أجل أنه مقدمة خدمات طبية لنازحين لأنه بايا فترة لثوى أي خدمات طبية مقدمين له، ولذلك نقدم له خدمات طبية وباثر ما بحررها مناطق جديدا وشعب جديدا ديره أيضا ديرا مشغلة آخا برطلة اتلن عيادة طبية مقدمة خدمات نفس هي بكردستان واني خدمات كلها مقدمة بصورة مجانية دا كلها مواطنين وكلها ناشي دكاثيلا بدون تمييز بين دين أو قومية. أيضا كافيلا دها ناشي محتاجين حيلة دا خدمات طبية دغدي ذيئة أنه دولة لقم قدمة خدمات دقبيه مواطن لكن أخنكية طعنخ جزء عبء هذا مواطن وبأخ أنه الدعم أخنا شديدا دتبيشي آخر لأنه حيل كامله ليث خدمات كذا يعني كم قد مخ مادي إيبن دم قد مخله وبهذه فترة خريثة خاصة بعثر ما حصل حريقة قاعة غزيلا أنه حاجة أيضا دعم نفسي وأيضا صحة نفسية دي مهمة، ولذلك اجوا وذلا هذا مؤتمر لأنه خلال شاتا أخني غزيلا ما قديله حاجة مواطن ديدا دعم نفسي كلنا محتاجين لهذا من دي لأن انك بأخ بطورخ شعب ديدا انك بأخ بطورخ مناطق ديدا لازم شعب ديدا تاو مستقر نفسيا وتايب لم آثر اللح ولم آثر الإنتاج ديدح وإبداع برناشة ما قديله مستقر نفسيا وصحته نفسية دخ دي صحته جسدية با وقت بداوذ إبداع وتطور وإنتاج جديد حتى باش وبتاوي برناشة متميز عن خنة هذا الهدف ديدا وجو هذا مؤتمر أخني كموذغلة حتى تخازخ مين آراء ناشي ومين حاجات خاثة ده مجتمع ديدا حتى تايبا أخني كمنظمة تايبا دم قد مخ دناشي ديدا حتى مستقري حتى بيشي آخا والثبتي وهذا الهدف ديدا اجوا هذا مؤتمر ويعني قم أملخ أنه أيضا المستمرخ مؤتمرات قادمة لأنه غزيلا اجوا ما قد له حاجة الآذى مندي وتاوي ناشي مستقرين نفسيا وحتى تاوي مستقرين جسديا. شلام الأخو اجوا فعلا مؤتمر اهو تخصص بالصحة النفسية وتأثيرات الصحة النفسية على الإنتاجية والنجاح. منهاج جديدا صراحة اجوا اهو كلمات المنظمة الراعية وأيضا بديلا منطلق للنشاط جديدا مع مداخلات المحاضرين اهو موجودية ودكتور محمد اهو طبيب نفسي استشاري الطب النفسي وأيضا دكتورة زينب طبيبة الطب الأسرة. دكتورة زينب ودكتور محمد كميويلا خا محاضرات أنهي كميويلا خا غنى دا مجتمع ديدا دا معلمين ديدا دا طلاب ديدا دا شباب ديدا أيضا أنهي عندكنا بتهاوي أكثر واعين بمجال الصحة النفسية تفايد حياته وتهاوي أكثر نجاح وتألق بهذه الحياة. وأيضا الدكتورة زينب أنور أهيك ميوالا خا محاضرة خليثة خصوص لبقاوح دا أسرة وتعامل الأسرة مع بالمجتمع ودخايت في الطريق الصحية أيضا دخاوي بشكل صحي وجيد. حنحكي اليوم على موضوع الصدمة النفسية وتخطي الصدمة النفسية. بالبداية أحب أعرف لكم شنو معنى الصدمة النفسية. الصدمة النفسية هي استجابة عاطفية، هي استجابة طبيعية تصير استجابة عاطفية للضغوطات وللأحداث الصادمة المروعة اللي يمر بها الإنسان. شنو هاي الأحداث؟ هي ممكن حدث واحد صادم يهدد بفقدان حياة الشخص أو حياة شخص عزيز على هذا الإنسان. إذا إحنا قلنا الصدمة النفسية تنتج بسبب حدث صادم، حدث قاسي يهدد السلامة الشخصية
سلامة الشخص أو سلامة الأشخاص العزيزين، يعني الشخص القريب من هذا الشخص. ممكن هو يصير بسبب تجربة قاسية ومؤلمة، مؤلمة على الصعيد الجسدي، مثلا تعرض إلى حادث معين، يعني يصير ألم جسدي، ألم فيزيولوجي، أو ألم نفسي، ألم نفسي يصير للشخص. مثلا يدخل من ضمنه حالات الاغتصاب. أو الصدمة النفسية ممكن تصير بسبب يعني تجارب مؤلمة بس مستمرة، تجارب مؤلمة بس مستمرة لفترة طويلة، هم تسوي صدمة نفسية. مثلا مثل شنو؟ مثل الإهمال أو الاضطهاد النفسي أو الإيذاء النفسي بالكلمات. فإذا هي إيذاء بشكل مستمر حتى لو قليل، هم بالأخير يسبب صدمة نفسية. هذا الشيء هم نشوفه عند يا فئة أكثر معرضين، الفئات الهشة مثل الأطفال من يتعرضون للإهمال أو الإيذاء النفسي أو كثرة الانتقادات، هم بالأخير تصير عندهم صدمات نفسية. زين، ايش حيتعرض؟ شنو اللي يحس به الشخص اللي عنده صدمة نفسية؟ الشخص اللي عنده صدمة نفسية حيتعرض لمجموعة من المشاعر. أول شيء يتعرض إلى الحزن، يصير عنده حزن، حالة حزن، بكاء. ليش يصير عنده حزن؟ حزن بسبب الألم اللي تعرض له، حزن بسبب الشيء اللي فقده وخسره. يصير عنده أيضا الغضب، يصير عنده حالة من الغضب. ليش أنا هيك صار بي؟ هذا الغضب يصير بداخل الإنسان. ممكن يصير عنده الإنكار. أول مرحلة من مراحل الحزن هي الإنكار، إنه الإنسان ما يصدق هذا الشيء اللي صار عنده، إنه هو يتصور إنه هذا ما صار. من ينام ويقعد يقول يجوز هذا حلم، يجوز هذا خيال. إذن يصير عنده إنكار. يصير عنده حالة يسموها خدر عاطفي. يعني شنو خدر عاطفي؟ يعني هو موجود قاعد ويانا بس هو لا يشعر بالغضب، ماكو شيء يخليه يضوج، ماكو شيء يخليه يفرح، ماكو شيء يسعده. إذا هو موجود بالجسد ويانا بس عاطفيا صار خدر عاطفي خلاص. يعني من خلال عملنا لاحظت شغلتين. الشغلة الأولى إنه أغلب العراقيين ما عندهم ثقافة أبداً بالتربية النفسية الطبيعية للطفل. يعني هسه راح نشرح شوية على الطفل، ولهذا احنا لما طفلنا يطلع انسان عدواني او انسان شراني، انا ما الوم الطفل. يعني ذول الدواعش اللي صاروا دواعش بصراحة احنا ما نلومهم، نلوم اهلهم اللي دفعوهم يصيرون هيجي. انا اللي شفته بصراحة المسيحيين كلش عندهم ثقافة، مع احترام للاديان، احنا ما نريد نفرق بين الاديان، بس اللي شفته كل المسيحيين عندهم ثقافة على التربية الصحيحة. فأنا كنت دائما أستغرب، مو واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، كثيرين. فكنت دائما أسألهم أنتم شو من لكم هاي المعلومات؟ يعني حتى ذكر مرة من بغداد هم نفس الشيء، من موصل من بغداد مسيحيين، فقالوا لي إحنا عندنا بالكنيسة يجون مثلا من غير دول، من بريطانيا ومن فرنسا ومن ألمانيا، يجون القس أو يسمونهم، فتقول ينطونا محاضرات على التنشئة الصحيحة للأطفال. ولهذا شفت انهم عندهم محاضرات. احنا لا، احنا خلينا نقول كمسلمين ما عندنا يجي شيء بصراحه. فاريد اذكر قصتين بالبدايه وبعدين ندخل الموضوع مالنا اللي هو تعزيز الصحه النفسيه. يعني اولا مثلا قبل يمكن تتذكر ست عذراء، كان ولد هنا من الحمدانيه، راح نذكر اسمه جزء الولد ولا ما موجود وحاليا باستراليا، اسمه امير. فكان اجى عالج ابنه يمنا، ابنه عمره 3 سنين، ابنه ما كان ينطق وكان عنده يعني بعض السلوكيات العدوانيه. عالجناه انا وعذراء من خلال المعلومات اللي اكتسبناها، طرق التعامل مع الطفل يعني والتنشئه الصحيحه. الاب كلش يتاثر الاب، وابنه تحسن، تعالج ابنه فقط 2 أو 3 أشهر. وراها هاجر للاردن، ومن الاردن هاجر الى استراليا. باستراليا ظل باستراليا الى ان اخذ الجنسيه الاستراليه اللي يعتقد 4 سنين ظل غادي. يقول ابني ما تطور ابدا بهاي ال4 سنين،
يقول بالثلاث اشهر اللي انتم عالجتوها انتم وعذراء هنا بالحمدانيه ابني تطور اكثر من هاي اللي 4 سنين اللي عاشها باستراليا. ولهذا رجع خطيه، اجى من استراليا قبل تقريبا شهرين، اجى من استراليا قال انا جاي مخصوص بس في سبيل ازورك واخذ منك بعض النصائح لابني، لان انا ابني يهمني يتحسن، لان ابني ابدا ما تطور، صار ابنه اعتقد بوقت عمره 6 سنين او كذا عمره تقريبا. فاجى من شوف الاب هنا، احنا دائما نقول احنا الحمد لله مجتمع الشرق الاوسط عندنا التكاتف العائلي اللي بعد شوي نرجع عليها ان شاء الله، الاب والام والاخوه والخوات والعم والخالات، هي اساس المجتمع مالنا. اكو قصه ثانيه اريد احب اذكرها، يعني بالمخيم شفتها انا بالنزوح، بنت عمرها 11 سنه رجعت كانما طفله عمرها 1.5 سنة، رجعت تكرمون الخروج مالها والاضرار على نفسها، وامها خطيه تلبسها حفاضه. شفت بالمخيم لما اخذت منها معلومات هاي بعد قبل التحرير، كنت انا نازح بالسليمانيه وبعدين باربيل واشتغلت بالهارتلاند. لما شنو السبب مال خطيه الطفله هذه؟ الدواعش غلقوا الباب عليهم وشعلوا البيت خطيه عليهم. والشعلوا الباب والبنت هي وامها فقط بالبيت. صار دخن بالبيت ونار الطفله كلش خافت، مو مثل الكبار، احنا الكبار ندور لنا مخرج ندور لنا كذا، الطفله ما تعرف. فرجعت انتكست خطيه، بعدين جاء من الحراره او الام كسرت الشباك وطلعوا من الشباك، طلعوا وانهزموا. بعدين بدون علاج، فقط تعامل معاها، طرق التعامل معاها البسيطه وطرق المرونه والتعامل وشلون واحد يرجعها لطبيعتها، رجعت طبيعيه 100%. رجعت حتى اخذت صوره بالموبايل مالي للبنت، وامها قالت لي لو تنشرها باي جريده باي مكان انا موافقه، ما طول بنتي رجعت طبيعيه بدون علاج. فدا نشوف الاطفال ايش قد يتاذون. فاحنا بدنا نحكي محاضره بصراحه بالبدايه مثالين بسيطين حتى يساعدكم تصور لاهميه الاب والام ودور الاب والام. بالاضافه الى دكتور محمد والدكتوره زينب، اثالا مسير حياه آهلة تدريسيه بجامعه الحمدانيه، ولا اني علاقات الدكاوي بين الموظفين والكادر ودخامته وتعاملات دغذاذه حتى دتويا صحة النفسية دا كل موظف دتويا صحته النفسية جيدة، وحتى دتهيب التعامل جيد مع زملائه الموظفين. وبالإضافة إلى ذلك أمين إثوالا المحاضر رفيق حنا، هو أيضا اختصاص في مجال الصحة النفسية أو بمجال علم النفس، هو اللي خمني عن العلاقات الإنسانية، دخاوي يعني علاقات الإنسانية مبنية بصورة صحيحة من خلال التواصل، من خلال العلاقات، من خلال احترام الآراء، من خلال تبيين بأنه كل إنسان مبين روحه دا مجتمع ومبين عن شخصيته لآهي شخصية ابتكارية، شخصية إنتاجية، شخصية ناجحة بالمجتمع، وأيضا من أجل خدمة الوطن. من مهارات تعزيز الصحة النفسية خارج نطاق بيئة العمل اليوم شفناها مطبقة في هذا المؤتمر. شفنا أنه خلطنا بين الجانب النفسي والعملي والروحي. الجانب العملي بدينا بمحاضرين قدموا محاضراتهم وراح نكمل. الجانب العملي اللي هو أبسط مثال بالعلاقات اللي صار البريك كان له دور كلش كبير، إنه الدكتورة قبل شوي قالت علاقات اجتماعية، فكان له دور في توطيد ومعرفة إنه تكلمنا مع بعضنا، تبادلنا معظم الآراء ومعظم السؤال عن الحال، فهذا أيضاً جزء من تعزيز الصحة النفسية. والشيء الثالث اللي كلش حلو يمكن راح يكمل بعد مع المسرحية اللي هو الموسيقى، أو الجانب الآخر اللي هو شباب المعهد محضرين فتشي مشهد عن هالموضوع. هو هكذا تدار الحياة، ليست الحياة فقط عمل، وليست الحياة فقط موسيقى، وليست الحياة فقط علاقات. الصحة النفسية الموجودة في حياتنا تحتاج مهارتين أتصور هي جدا 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 مهمة، ليس فقط في بيئة العمل، اللي هي تحقيق عملية كيف أدير كل شيء، واثنين شلون أوازن. هو هذا الشيء المهم في حياتي، شلون أوازن أنا مثلا أبسط مثال في علاقاتي، شلون أوازن في متطلبات الحياة اللي هي كثيرة، شقد ما كيجي بيئة العمل أو في مجتمعنا في حياتنا في عوائلنا كتتعقد الحياة رغم سهولة الأشياء الموجودة، لكن بسهولتها فيها تعقيد كثير.
راح أحكي فد موقف عن مهارات تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل. الدكتورة أكدت وقالت بأنه المدير ضروري جدا أنه يكون ما يعامل الشخص في مسطرة. أنا جالي مدير يعاملنا كلتنا بمسطرة. بديت معه، هو رئيس قسم وأنا مقررة قسم، هو مسؤولة اللجنة الامتحانية العامة، يعني العامة والجزئية. هذا الأستاذ هو طبيعته يعني روتيني، كتابي وكتابكم ولازم اليوم ينشأ هذا. فأول ما بديت في التعامل معه صار عندنا عدائية مع بعضنا، حتى في الكلام، حتى نسلم على بعضنا. أنا مقررته لازم نسلم، لكن كلها كان بيها شحنات، بحيث يعني ظلينا شهر اثنيناتنا كان عاني في صراع، وأنا عاني في صراع ومتوترة. فبحثت، ما ممكن أستمر 4 سنوات بهذا الشيء، لا هو ولا أنا. يجوز هو ما يقدر يغير لأنه رجال كبير أو يعني عنده مستوى من الوظيفة. قررت أنا أغير. بديت باستخدام تعزيز يعني مهارة كيف أدير باللغة. بديت معانه باللغة. ماسير لازم ما كان يقبل يسميني ماسير، وأنا كلهم يسموني ماسير فكان يسميني باسمي ست جليلة. فأنا شوية أضوج من هذا يعني الروتين. فبديت معانه أوكي إن هو كيعاملني بهذا المصطلح ما بيها شيء. فاني من يجي يطلب شيء قبل كنت اقل، بديته دلل اليومي كامل. هو فعلا انا كنت اكمل الاشياء، بس ما كنت استخدم اللغه، كنت اخذ العفو واكمل تفضل، يعني كانه روتين. فبديت اغير اللغه. ما طولنا اسبوع تغير المدير، صرنا نتعامل بعلاقه اب مع بنته. هو يعني عنده اولاد، صار يسميني بنتي. فأنا اكتشفت طريقة بأنه ممكن اللغة تحقق توازن في بيئة العمل. ما أقدر أغير، يعني هو مديري أروح أفهم يعني. فرغم وجود هذا الضغط النفسي أو وجود هكذا مدير، أنا ما أقدر لا أغيره لا أبد. فأنا لازم أبحث في مهارة إدارة هذا العمل. من عنوان يكون شلون أحسن تحسين العلاقات الإنسانية عن طريق المهارات، لازم نفكر. أنا من حاليا جزء من محاضراتنا شلون أحسن علاقتي، شلون أخلي أنت تحب الإنسانية وتشعر بي بأنه أنا لا مغرور لا كذا، أريد أكون بماذا أعيش حتى أكون نافعا. المطلوب أول خطوة حتى أعزز علاقاتي وأحسن علاقاتي الإنسانية مع الآخرين، أفكر ما الجديد أوصله لك. هل هذا الكلام ده أحكي موجود بالإنترنت؟ إيش دا أضيف لك؟ من حسيت دا يضاف شيء جديد لك ما مقتنع به وثيق الصلة بحياتك، يعني ما له علاقة بشيء خارجي، دا أحكي بتركيز. هاي تعتمد على ثقافة الحواس، ثقافة العين، ثقافة الأذن، ثقافة التعبير. فقبل أن أقول لكم أكو نقاط أساسية موجودة بستوكهولم، أنا عايش بستوكهولم كنت، كل شيء مشوب بها، وهم وفنلندا طلعوا من الأوائل في تحسين العلاقة وطريقة الكلام. مو بتحكي بها طريقة نسميه التفكير المنتج المؤثر القابل للتطبيق. إذا من أحكي بكرة تفكر تغير هذا الكلام من كلام إلى فعل. طيب، قبل أن نحدد المهارات لتحسين العلاقات وفق العنوان الطلب من عندي، أكيد لازم نعرف بسطر سطرين شنو المهارة. بنقول مهارة الصوت مهارة، يعني التعريف مهم. من أعرف لأن الأشياء المواد المفهومة كالأطعمة المهضومة، شيء يوصل على العقل بفهم، يبقى بالعقل وممكن يتحول إلى فعل، لأنه عن فهم. مو مثل عندنا بطريقة تفكيرنا وما نحسن علاقاتنا على أساس عقلي منطقي، اللي هي الطريقة الببغائية في طريقنا التدريس من الطفولة إلى آخر مرحلة الجامعة. بدليل من يدق الجرس تنتهي المحاضرة الحمد لله خلص الدرس، لأنه ماكو تفاعل بين المدرس والشي اسمه. عبالك جندي، عبالك بوليسمان، شو اسمه، عبالك عسكري المدرس والطالب منه يطبب ويخلص الامتحان، تسأله للطالب تذكرت شيء؟ يا الله مش ما تذكرت.
لأنه ما يربطون الكلام بالتطبيق العملي بالمتاحف بالتطبيقات العملية، مجرد حشوبة بغائي منه يطب يخلص الامتحان ينسى كل شيء. نعرف المهارة قبل ما بس أحدد كم نقطة للمهارات. ما المهارات تحسن العلاقات الإنسانية؟ أكيد المهارة هي شنو؟ يعني المهارة هي القدرة على أداء عمل معين أو مهام بدقة مفهومة للمقابل. فهاني كلهن فقرات ديو مداخلات ديدان عدد الشد مداخلات ديو قسمهن على دكتور محمد، دكتورة زينب، وماسير حياة دي الآية تدريسية بجامعة الحمدانية، وأستاذ رفيق أهل دي اختصاص في المجال علم النفس. بعدين اثوالا شباب ايضا من اوركسترا كنارك مقدمين مقطوعات موسيقيه وغنائيه. الموسيقى هي ايضا لها تاثير جدا جيد على الجانب النفسي. كديت نختم بانه الموسيقى تستخدم للاسترخاء، ريلاكسيشن تايثن هذا عمليه استرخاء من اجل اعاده الصحه والشحن مره اخرى، بانه الانسان شاحن طاقته بشكل جيد. وأيضا مسرحية لطلاب معهد الفنون الجميلة بالحمدانية، أيضا مثل مقطع تمثيلي مسرحية قصيرة عن التنمر، وهذا مجال جدا مهم بالمدارس جدا، بأنه كذا إنسان مدكايت لخا
خمندي بسيط بلشانح او مظهر ديدك حاصل بانه انسان ناشكم قاعد يلح، هذا قعودك مسبب بانه دداو انعزالي وددا ارض البصره هذا طالب. فكم ممطيلا صوره حيل اخترتها من خلال هذه مسرحيه، وهذا خلصا فقرات ديدن مؤتمر ديدن دياو عن الصحه النفسيه والتاثيرات على النجاح والصحه وايضا تعزيز السلوك. شكرا جزيلا. صباح الخير يا طلاب. صباح النور ده يقول الشيء هذه مكانه. قطيع على ما يكمل الجمله يدق الجرس. يا طلاب ايش بيكم كافي ضحك. خلينا نبدا الدرس ونستذكر جوابات اللي اخذنا واشوف اذا حفظت ولا لا. 5 في 5. ليه هذا الكلام؟ 26. غلط، احسب زين. ايه نبي ايش قد؟ ويساوي 25. احسنت صبوله. وهسه عندنا سؤال 7 في 5 ايش قد تساوي؟ في سامر؟ 40. غلط، احسب زين. 35. احسنت صبوله. وعندنا اخر سؤال 6 في 4 زد يقول يساوي 24 هذه مكانه. اسمحي لي اني راح اطلع من الدرس. ايش بيك ابني نبيل؟ ست من بداية السنة وهم يتنمرون علي. اني شنو ذنبي اذا الله خالقني احكي ببطء؟ تعال ابني تعال. يا طلاب ايش بيكم؟ مو عيب عليكم تسوون هيك بزميلكم؟ ما يصير تتنمرون عليه، وهالشي يتأثر على صحته ونفسيته، وهو مو خالق نفسه. يعني ما يصير تسوون هيك، اريد تعتذرون هسه منا. حبيبي نبيل، احنا ما كان قصدنا نأذيك، انت اخونا وصاحبنا، ترى احنا نحبك. واحنا بعد ما نتنمر عليك ولا على غيرك، اصلا انت قدوتنا. صفقونهم. احسنتوا يا طلاب، لان ما يصير نتنمر على احد راح يتأثر على نفسيته